أبو تريكة، الأهلي حسم الدوري بنسبة 95% والبنك يستحق الإشادة. أكد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق إن الأهلي اقترب من حسم لقب بطولة الدوري المصري، مشيرا إلى أن الفريق قدم مستوى جيد في لقاء البنك الأهلي رغم تأخر المكسب، مؤكدا أن جراديشار كان بعيد عن مستواه بسبب جلوسه احتياطيا في المباريات السابقة. وقال أبو تريكة في تصريحاته: إمام عاشور سجل هدف رائع بقدمه اليسرى، الهدف بصراحة عالمي وهو أفضل لاعب في اللقاء. وعماد النحاس المدير الفني اتخذ قرار مفاجئ بسحب إمام عاشور من المباراة، وأضاف: كان من الأفضل مشاركة علي معلول بدلا من كوكا مع بقاء إمام عاشور في أرضية الملعب، ولكن نبارك للأهلي على الفوز. وفريق البنك الأهلي قدم مستوى جيد والموسم الحالي هو الأفضل لهم مع طارق مصطفى ويستحقون الإشادة. وأكمل: الأهلي بنسبة 95% اقترب من حسم لقب الدوري بعد الفوز اليوم، واللقاء القادم سيكون هام أيضا أمام فاركو. وتحدث أيضا محمد أبو تريكة: الأهلي استعاد شخصيته بالفوز في آخر دقيقة وأثبت شخصية البطل الذي لا يهتم إلا بالفوز. وأضاف تريكة: عماد النحاس قابل خطة دفاعية كبيرة من البنك الأهلي وكان يهاجم وحتى تغييراته كانت هجومية، وأنا كنت أرى أنه لابد أن يلعب بثنائي رأس حربة لاعتماده على العرضيات. وأتم تريكة: أرى أن طاهر لعب مباراة جيدة وكان من أفضل اللاعبين الموجودين ولا يجب أن يخرج من الملعب، لكن في النهاية الأهلي حقق الهدف من المباراة وعماد النحاس حقق نجاحا كبيرا. أبناء النادي الأهلي دائما يثبتون جدارتهم لخدمة النادي الأهلي العظيم.